محمود البنا من جديد وشهيد شهامة من جديد، بس المرة دي مش في المنوفية، المرة دي في محافظة القليوبية وتحديدا بشبرا الخيمة. بس قبل أي حاجة وقبل ما أبدأ كلامي عايزين كلنا نترحم على محمود الله يرحمه. محمود ربنا يرحمه ويصبر أهله على فراقه، ونتمنى كلنا القصاص العادل بتاع ربنا. إيه بقى اللي حصل له؟ يلا بينا عشان أحكي لك. محمود المفروض ان في بنت في المنطقه عنده يتيمه، ومحمود اصلا كمان يعتبر يتيم لان ابوه متوفي بقاله سنتين، وهو المفروض المسؤول الاول عن بيتهم، يعني هو اللي يعني خاطب لاخوه وعامل له خطوبه حلوه اللي هو اخوه اسلام، وكمان هو المفروض اللي بيعول اسرته وليه اخوات وليه والدته، وهو طبعا الكبير بتاع البيت. هو لسه شاب صغير في مقتبل العمر، بيشتغل في ورشه او تقريبا بيشتغل في ورشه عفشجي. المهم بنت من البنات دي